السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أخواتي، مرحبا بكم في القناة مع وصفة جديدة من وصفات أم هالة. أخواتي اخترت لكم اليوم صابلي بشكل جديد، حلوى صابلي بشكل جديد ورقي جدا وتقطع لك خيرات ربي، يعني خير من الطريقة المعتادة. تبعوا معايا فقط واش نحتاجوا فيها، تبعوني مليح حتى الاخر. كما راكم تشاهدوا عندي هنايا العجينة. دونك انا ما حبيتش نطول لا فيديو خاطر لاباط تاع الصابلي باينه. العجينه نتاع الصابلي هي 3 حبات بيض. تبعوا معايا مليح واش درت فيها. 3 حبات بيض يعني 2 صفار ووحده كامله، 2 صفار ووحده كامله. 500 غرام فارينه، 250 غرام زبده طريه انا درت في لوريال، 120 غرام سكر ناعم، شويه لافاني ووحده لا لوفور. نعاود الفارينه عندنا 500 سوا ما فوقها ما تحتها، 500 غرام مع 250 زبده. 500 غرام فارينه مع 250 غرام زبده مع 120 غرام سكر ناعم. انا ما درتش 120 غرام سكر ناعم، درت غير 80 برك خاطر عندي الحشوه حلوه، مالا نقصت السكر في لاباط. ايضا الخميره الكيميائيه نحتاجو وحده، انا ما درتش وحده، درت نص برك لاني راح نستعملهم في هذا الليمون. راكم تشوفوا القالب هذا وحتطلع لي العجينه، يعني حتطلع فنقصت العبر تاع الخميره. اذا عجينه الصابلي عندي هنا كما راكم تشاهدوا معجون تاع المشماش عادي، معجون المشمش مع كاوكاو مطحون، كاوكاو محمص ومطحون، فول سوداني محمص مليح ومطحون ماشي بودر كما كنتم تشوفوا فيها ومجروش، يعني ماشي مطحون. نبدا في العمليه تاعي ان شاء الله تكونوا فهمتوا. انا غير باش ما نطولش عليكم الفيديو فقط، يعني كنت وجدت العجينه واصلا لازمها ترتاح، يعني نقطه مهمه، لازم العجينه نتاعنا تاع الصابلي ترتاح حوالي ساعتين ولا اكثر. انا وجدتها الصباح واني حنخدمها دروك. طبعا درتها في كيس كما راكم تشاهدوا باش ما تنشفش، ونحي غير بشوي ونخدم. كما قلت لكم الخميره الكيميائيه تنقصوا ديروا غير نص برك، والسكر الناعم يعني السكر الناعم ايضا تنقصوا ديروا حوالي 80 غرام، يعني مع ال 500 غرام تاع الفارينه يمشي معاها غير 80 فقط، 80 غرام السكر الناعم. هكذا نمشيها في المول غطى مليح. ونبدا نحي في الاطراف. امي سبحت. صحتك بنتي. ها صحتك. سمك امي. صحيتي. الان نجيب شوكه رشيطه حاولوا تضغطوا عليها هكذا كامل الاطراف. جيبوا شوكه هكذا نحشيها. صدقوني هذا الصابلي رائع جدا، واحد البنه يعني ما شاء الله، لذيذ جدا. وكما قلت لكم يحمر الوجه ويقطع، الله يبارك. هكذا زيدوا حبه اخرى، يعني ولا كانت عندك خرجه ولا حبيتي تروحي تهني ولا حتى للبيت، يعني تحبي تخدمي لاولادك يشربوا به قهوه الصباح، انا قلت لك هو يقطع لك خيرات ربي. انا في الحقيقه درته حوالي مرتين وهذه الثالثه، لكن ما حسبتش على قطع عليه. نكمل ان شاء الله ونعطيكم كما سبق وعدتكم، نقول لكم شحال تجيكم الحبه. العبار تاع 500 غرام فارينه مع 250 غرام زبده، نقول لكم شحال تجيكم من حبه هكذا في هذا الليمون تاع هاد الزيريات تاع ليكيش نديرو فيهم. ونحيو الحواف.
حاولوا دائما نبتكروا ونتفننوا في عجينه الصابلي، عندها بزاف وصفات. حاولوا كل مره نغيروا شوي، 3 فقط يكفي. اخواتي انا نكمل بنفس الطريقه كما شفتوني، قلت لكم عجينه الصابلي وكنت قلت لكم واش درت فيها مع هذا المعجون والكاوكاو. نكمل واني شعلت الفرن تاعي، انا غير بديت الخدمه راني شعلت الفرن تاعي خليته يسخن مليح. نكمل ونتلاقاو بعد حين. اذا اخواتي بعد ما كملت هذو 10 حبات، درت 10 يعني ليمون كانوا عندي 10 فقط، ندخلهم يطيبوا ونعاود نكمل يعني البقيه العجينه اللي ما زالت لي كما راكم تشاهدوا فيهم. نعمرهم هكذا بالمعجون والكاوكاو عفوا، وندخلهم للفرن، نقص النار ونخليهم يطيبوا في غرفهم، نعاودوا لكم بعدها. اذا اخواتي هذا هو شكل الحلوى نتاعي النهائي كما راكم تشاهدوا فيه. حلوى سهله بزاف وبنينه، وطبعا تغيير في لاباط تاع الصابلي مش كل مره يعني نفس النوع. كما راكم تشاهدوا كنت حضرت حوالي 28 حبه، طلعوا لي حوالي 28 حبه هكذا محشيه بالكاوكاو والمعجون. صدقوني يعني بنه وحدها مع القهوه ولا شاي ولا حتى وحدها راهي مع السلام ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه نتاع نهار اليوم، ان شاء الله تجربوها. شوفوا كيفاش جات من الداخل. شوفوا كيفاش جينا من الداخل، صدقوني رائعه جدا بنينه. نتمنى ان شاء الله تكون راقت لكم ونالت اعجابكم. نقول لكم غير ما تبخلوش اختكم اعجاب وتعليق واشتراك في القناه بالنسبه اللي دخلوا اول مره. ان شاء الله الوصفات اخرى. اخواتي اترككم في رعايه الله وحفظه، وسلام الله عليكم.